صوتي هسه شنو يطلع يضحك لانه اصلا مريضه. المسلسلات العربيه طبعا عائلة حاج متولي، عباس الابيض اكيد اكيد، يعني من اجمل المسلسلات اللي انا شفتها ولحد هاللحظه. كلش احب عباس نفسه، شخصيته والتفاؤل اللي عنده. اصلا القصه تخبل مليانه احداث. قضيه نسب، هاي المسلسل انا احسه من المسلسلات المظلومه، بس اتمنى انه تشوفوها وتعطوها فرصتها. ورسالة المسلسل كلش حلوة، وطلعت بوقت معين كان بمصر، يعني الزواج العرفي الطشار مال والي. طبعا فاطمة كشري وعبد الغفور البرعي اللي انا عايش في جلباب ابي، من اجمل المسلسلات اللي انا شفتها. واول 10 حلقات من المسلسل بالنسبة لي هو اجمل شيء انا شفته بالدراما ككل. بالنسبة للمسلسلات المصرية طبعا بعد اكو، خاف عبالكم اني بس هاي القائمة، لا يعني هو عندي اشياء ثانية. آن الأوان هم من المسلسلات اللي مو الكل ممكن يشوفها، أصلا حتى طلعت على قناة فضائية مو الكل كان يعرفها، ما أتذكرها بوقتها، اللي هي مسلسل وردة الجزائرية وحسن حسني. المسلسل يجنن، عائلي وكلش حلو، وأكثر مشاهد كنت أحبها بها هو حسن حسني مع أزواج بناته ياسر جلال وإدوارد، كانت مشاهد تخرب ضحك. وطبعا علا عبد الصبور، عايزة اتجوز اذا اريد اشوف شيء كوميدي واضحك من كل قلبي قبل اروح افتح مسلسل عايزة اتجوز. وطلعت روحي من المسلسلات اللي طويلة نوعا ما نقدر نقول، لان هي 45 حلقة. اكيد الليل واخره، اذا يعني تحبون مسلسلات محمد رمضان فرجعوا على الليل واخره وشوفوا روعة يحيى الفخراني بهذا المسلسل. واذا حكينا على السوري فاكيد باب الحارة، يعني باب الحارة اول 3 أجزاء تجنن بالنسبة لي، خاصة يعني وجود أبو شهاب بالمسلسل كان معطيها يعني هيجي رونق خاص بيها المسلسل. فكلش أحب أول 3 أجزاء، كلش حلوة. أما بالنسبة للأجنبي هو الأمانة الأجنبي أنا ما أعيد بالمسلسلات هواية، لأن سيزونات يعني كلش هواية وكذا. بس عندي مسلسل واحد يمكن هو هذا اللي عايدته 3 مرات، اللي هو ميرلين. كلش احب هذا المسلسل، وهم من المسلسلات اللي مو الكل يحكي بيها، وتقريبا هي مسلسل يعني طلعت 2008 2007 2009 ممكن 5 مواسم، بس كلش حلوة. يعني اللي يحب اجواء هاري بوتر والسحر وكذا راح يحب هاي المسلسل، وملحمي المسلسل همينه. بس لوست شنو اللي احب اتابع بيه؟ الموسم الاول يمكن شايفته 5 مرات. يعني لوست كمسلسل انا يعني اكو مواسم انا ما شايفتها اصلا، بس الموسم الاول يعني عشقه كلش احبه، وكلش كان في شيء فكره، يعني فكره تخبل وتنفيذ يجنن. ولحد هسه بالنسبه لي هو اجمل شيء تقدم بالدراما الاجنبيه. اما بالنسبه للذا اوريجينالز انا ما اشوف المسلسل كامل، بس اعيد واسقل بمشاهد كلاوس وكامي. انا احب كامي اكثر ويا كلاوس، احس هيك حبهم ناضج، مو مثل يعني هو وكارولاين شويه حب مراهقه نوعا ما. والتركي اكيد سنوات الضياع يمكن شايفتها في 6000 مره. كل ما اشوفها اكتشف اشياء جديده. يعني تخيلوا انا بالبدايه كنت احب يحيى، هسه لما اشوف المسلسل اقول انا شلون كنت احب يحيى. كنت ما احب رفيف، هسه دا اشوف انه لا رفيف. كنت ما احب سحر، نفس الحاله، هسه دا اشوف لا ان سحر هي وكنت يعني عاشقه للميس ويحيى وقصتهم وهذا. هسه لما اشوفها لا يعني قصتهم كحب وكذا لا. بس يعني يحيى اني بس اضوج منه من ناحيه الحب، بس هو كشخص يعني بالعموم لا، يعني حباب ما عندي شيء يعني. فهاي القائمه الخاصه بي. انتم شنو قائمتكم الخاصه؟ احب تكتبوا لي اياها في التعليقات.